إلياس بن مختار الجوهرة القادمة في خط مقدمة المنتخب الوطني. اللاعب البالغ من العمر 16 سنة فقط يعتبر من اكتشافات كان الفتيان المقامة حاليا في المغرب، حيث بعد كل مباراة لا يكون هناك حديث إلا عن إلياس بن مختار، الولد الذي يمارس في أفضل مدارس التكوين العالمية مدرسة نادي موناكو. إلياس بن المختار يلعب كجناح أيمن، ويمكنه اللعب أيضا كرأس حربة، لكن أداؤه كجناح يكون أفضل، وهو نفس المركز الذي يشغله إبراهيم الرباج. وبكل صراحة فإلياس أفضل بمراحل من إبراهيم بفضل مهارته، فهو كلما استلم الكرة إلا وقصد المدافع لخلق الفارق. هذه الميزة لا توجد حتى في إبراهيم دياز. كذلك قوته البدنية وقدرته على ربح الالتحامات الهوائية والأرضية، إضافة إلى نسبة نجاح مراوغاته المرتفعة. إلياس عكس باقي المواهب التي برزت في هذه الفئة واختفت، فهو لاعب يملك كل مقومات النجاح مع المنتخب ومع أي فريق أوروبي. وما شدني إليه أيضا هو أن فيه الكثير من حكيم زياش، خصوصا عندما يتكلف بجميع الكرات الثابتة، أو عندما يقرر لعب تلك الكرات الساقطة.